لما بنلاقي شخص متواضع في حياتنا بنفرح قوي. قد ايه هو شخص جميل كبير ومتواضع. تخيلوا التواضع ده بنلاقيه في البراندات. براند كبير قوي بيقدم منتج جامد جدا وموجود في مكان يناسب الكل، وكأنه بيقول لكل اللي زيه انا متواضع، انا بقدم خدمة جامدة جدا ومنتج قوي جدا بسعر على قد الايد. جوسيان النهاردة عنده حالة جامده. متخيلين قد ايه سعر البن غلي في كل حته في مصر؟ اللي عنده سعر على قد الايد. خليكم معايا نسمع من جوسيان الفرق بين القهوه الحقيقيه والقهوه المضروبه. خليكم معانا. يا مساء الفل. مساء الخير استاذ محمد، استاذ ايمن عماره مدير فروع جوسيان، برحب بيك. اهلا بحضرتك يا فندم، شرفتنا النهارده يا استاذ محمد. اخبارك عليك ايه؟ كله زي الفل. حضرتك شريب قهوه طبعا وعرفنا الكلام دوت، وحضرتك قلت لنا ان انت راجل ليك في القهوه من زمان. القهوه دي حاجه عظيمه، يعني لو مش موجوده في الحياه نزعل. طيب تمام، ده حاجه كده يعني قهوه من عندنا، ممكن تقدر تشوفها كده. ماشي. الله الله الله، جميله. تسلم ايديكم حبيبي. نجيب لك نوع تاني برضو تدوق. نوع تاني بقى من اللي هي الحاجات البرازيلي واليمني. كده تمام. اتفضل. ما شاء الله. اه دي احلى اكتر. لا هو مش احلى اكتر ولا حاجه، هو دي مش قهوه ودي قهوه. تاني. دي مش قهوة ودي قهوة. دي قهوة مجهولة المصدر، من الحاجات اللي بتتباع شعب وبتتباع عن طريق النت والكلام بس ده طعمها كله. قهوه. ما هي هتديك طعم القهوة، بس دي عبارة عن بسلة ونوى بلح. يعني ممكن لو حد عنده سنة من الضمير ممكن يحط لك شوية قهوة عليها اللي هي تدي الطعم، انما دي لا تخص القهوة ولا اي حاجة ولا بنعترف بيها. ودي معظم القهاوي اللي الناس بتشربها على القهاوي بره، وطبعا بتجيب اضرار والكلام بتجيب ده فشل كلوي. ده بيجيب يعني حاجات اكتر وسرطانات والكلام ده كله. بس للاسف اللي الناس بتسترخص وبتجيب من مجهول المصدر والكلام ده كله، في اصحاب محلات اصحاب قهاوي بيسترخصوا ويبتدوا يغشوا في القهوه للاسف، وبتضر بالناس وبتضر بقرايبنا وبتضر من اصحابنا والكلام ده كله، بعكس القهوه. واديك شربت الاثنين وانت راجل تشرب قهوه وفاهم في القهوه، ما عرفتش تفرق ما بين الاتنين. فاهم قهوه؟ انت طلعتني ما بفهمش حاجه خالص. لا خالص. طب احلف ان دي قهوه مش مظبوطه. والله دي ما قهوه ولا تخص القهوه اساسا، دي حاجه مجهوله المصدر بنتست بيها من الحاجات اللي بتتباع طبعا اونلاين والحاجات ديت من مجهوله المصدر، احنا ما نعرفش عنها حاجه. وللاسف يعني بتبقى حاجات مالهاش علاقه بالقهوه، ولو اتحللت اساسا مش هتلاقي فيها قهوه اساسا ولا اي حاجه. واديك شربتها وقلت اللي هي قهوه. لا انا كنت عارف. بالمناسبه انا كنت عارف وفاهم، بس انا حاولت اكشف ان انت هتعرف ان انا عارف ولا مش عارف، فطلعت انا مش عارف، بس انا عارف. يعني والله العظيم هي طعمها قهوه طبعا منكم. هي للاسف هتديك طعم القهوه والكلام ده كله، وللاسف اللي في ناس كتير بتتخدع وتفتكر ان دي قهوه، بس هي للاسف هي مالهاش علاقه بالقهوه. طب ونعرفها ازاي يعني؟ هي يعني انا لما اجي اشتري من محل قهوه مش هقول له اعمل لي اختبار يعني؟ لا هو للاسف اللي هي يعني مش هتبقى فيها اختبار ولا الكلام ده كله، ولا حته الاختبارات، ولا انت مش هتجيب نص ليمونه وانت واقف في المحل تعصرها عشان تشوف فيها كربونات ولا لا. هي للاسف بتبقى حاجه هي ضمير المحل. وطبعا انا يعني من هنا بحب من حضرتك بوجه رساله للناس ان لازم الناس تبقى متاكده من نوع البن والمحل اللي بتشتري منه، والاغلبيه لازم البن يبقى مطحون قدامها عشان يبتدي الناس تبقى عندها ثقه وتشوف الحبايه وهي بتطحن قدامها عشان تاخد بنيه نظيفه وتقدر اللي هي تشرب قهوه نظيفه. اوعوا تستهتروا يا جماعه بالقهوه. القهوه دي بتجيب امراض بجد لو ما ركزتوش. صحتكم دي ما بتتكررش، صحتكم دي حاجه ما بتحصلش كل يوم. تاكد بتجيب القهوه منين. انا بقول لحضرتك اوعى تتخيل ان احنا في الفيديو ده بنقول لك تعالى اشتري من جوسيان. انا بقول لك انا ما بعملش دعايه ومش عايزك تيجي تشتري من جوسيان، انا عايزك تشتري من مصدر موثوق منه، تتاكد ان القهوه اللي حضرتك هتشربها من محل مضمون، لان القهوه دي عامله زي الدواء. ولازم الدوله كمان يبقى في رقابه على المحلات وحملات تنزل تتاكد المكونات اللي بتتحط جوه فنجان القهوه اللي بيجيب امراض. عايزين ده. السليم وماشي سليم هينبسط من كلامي، اللي ماشي ملتوي هو اللي هيزعل. بنطلب حملات الكشف عن نوع ومصادر القهوه اللي الناس بتدخلها في بطنها ومعدتها. عايزين نعرف بقى منك فيديوهات تانية عن انواع القهوه نستخدمها ازاي. بشكرك جدا يا زايد. شكرا يا فندم لحضرتك.